مساء الخير على حضراتكم. معاكم ملوكة، ودي أهم الأخبار اللي حصلت في مصر والعالم النهاردة. بأول خبر، الجو لسه حر جداً. النهاردة كان الجو شديد الحرارة في معظم المحافظات، ودرجات الحرارة وصلت ل40 درجة في القاهرة وأسوان. هيئة الأرصاد الجوية قالت إن الموجة دي هتستمر كمان يومين، ونبهت الناس ما ينزلوش وقت الظهر إلا للضرورة، وخاصة الأطفال وكبار السن. لو نزلت خليك في الظل واشرب مياه كتير. تاني خبر، امتحانات الدور التاني قربت. وزارة التعليم أعلنت إن امتحانات الدور التاني للصفوف الإعدادية والثانوية هتبدأ بعد أسبوعين. المدارس بدأت تجهز الجداول، وفي مراجعات مكثفة للطلبة اللي سقطوا في مادة أو مادتين. الوزارة قالت كمان إنها هتراعي حرارة الجو وهتوفر مراوح في اللجان. تالت خبر، أسعار اللحمة والفراخ لسه مرتفعة. رغم جهود الحكومة، أسعار اللحمة والفراخ لسه عالية في السوق. في مبادرات شعبية نازلة توزع لحمة بأسعار أقل، لكن الكميات قليلة. المواطنين طالبوا بزيادة عدد المنافذ اللي بتبيع بأسعار مدعمة، خاصة في المناطق الشعبية. رابع خبر، الصحة تحذر من ضربات الشمس. وزارة الصحة أكدت إن في حالات بدأت توصل للمستشفيات بسبب ضربات الشمس، خصوصاً من الناس اللي بيشتغلوا في الشارع أو في البنى. لو بتحس بدوخة أو صداع أو سخونية، لازم ترتاح فوراً وتشرب مياه أو سوائل. وما تنساش تحط طاقية أو حاجة تحميك من الشمس وإنت في الشارع. خامس خبر، حركة المرور في القاهرة. المرور النهاردة كان زحمة جداً في مناطق كتير زي صلاح سالم ومحور 26 يوليو. السبب الأساسي كان تصليحات في الطرق، وفي حملات مرورية لضبط المخالفات. المرور ناشد السواقين يلتزموا بالحارات وما يقفوش صف تاني علشان ما يزودوش الزحمة أكتر. سادس خبر، مبادرة لتجميل الأحياء. في حي المطرية شباب متطوعين عملوا مبادرة لتجميل الشوارع ودهان الأرصفة وزرع شجر. المبادرة دي بدأت من أسبوع وناس كتير اشتركت فيها، والحقيقة شكل الشوارع بقى أجمل بكتير. الناس هناك بتقول نفسنا كل الأحياء تعمل زي كده. وفي الختام، دي كانت نشرتنا النهاردة من قناة ملوكة الإخبارية. استنونا بكرة مع موجز جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان توصل لكم النشرات أول بأول. كانت معاكم ملوكة، إلى اللقاء.